دلوقتي ما عادش في أمة عربية ولا إسلام سياسي ولا يساريين. لو بصيت للجيل الجديد هتلاقينا بنتكلم عن الفريلانس والتعليم والصحة النفسية والتربية الإيجابية وغيره. ما بقاش في قصة كبيرة تجمعنا زي زمان لما كل مجتمع كان له أيديولوجيا يقول لك أنت مين ومين عدوك وإزاي تعيش وتعيش لإيه. النهاردة ما بقاش حد يصدق إن الحكم الفلاني هو الحل ولا العرب أمة واحدة، لأن الأحلام لما اصطدمت بالواقع الجيل الجديد بطل يثق في أي حكاية. بس ده مش معناه إنه بقى حر من الأيديولوجيات، لكن ما بقتش واضحة زي زمان كان الفكر بيشكله كتاب او شيخ او حزب. دلوقتي ممكن فيديو 30 ثانيه او ترند او انفلونسر او خوارزميه بتقول لك تشوف ايه يشكل فكر الشباب كله، زي ايديولوجيه انك تنجح حتى على حساب اي حاجه. واخطر ايديولوجيا هي اللي بتشتغل من غير ما تقول لك اسمها، لما تقتنع ان قيمتك من فلوسك وشكلك وانجازك، لما تحس ان لازم تبقى احسن من غيرك طول الوقت، لما تتحول حياتك لمقارنه دايما. انت كده مش حر، انت جوه ايديولوجيا بس مش شايفها. طب هل ده وحش؟ مش بالضروره، انت فعلا حر اكتر، مش مربوط بفكره تقفل دماغك. بس من ناحيه تانية مش واقف على ارض ثابته، فاي ترند ممكن يغيرك او ازمه توديك في اي اتجاه. قول لنا في الكومنتات ايه الشيء اللي بتؤمن بيه وبيمثل لك ارض ثابته حتى لو العالم اتشقلب. انا احمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لاصلها.